هذه مباراة ربع نهائي كأس العالم في سنة 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا. كانت مباراة على الورق فقط، أما بالنسبة للشعبين الأرجنتيني والإنجليزي وأيضا للاعبين الموضوع كان مختلف. وعشان نفهم القصة لازم نرجع 6 سنوات للخلف، وبالتحديد في بداية الثمانينات كانت الأرجنتين تعيش أسوأ فتراتها ما بين أزمة اقتصادية ومظاهرات من الشعب على الحكومة. بهذه الفترة استلم الحكم شخص يدعى جالتييري اللي وصل للحكم والشعب غاضب والمظاهرات بكل مكان، وفي جزء من الشعب غاضب بأسباب أخرى، وأحد أهم الأسباب كانت جزر الفوكلاند اللي تقع على السواحل الأرجنتينية. والكارثة أن الجزر هذه تحت سيطرة بريطانية وسكان الجزر أيضا بريطانيين، مع أن بريطانيا تبعد أكثر من 13 ألف كيلومتر عن الجزر هذه. وأي شخص بالعالم بيتعاطف مع الأرجنتين وبيقول أن الأحق بالجزر هذه هم الأرجنتينيين، وعشان كذا اتخذ جالتييري أسهل قرار يخلي الشعب يوقف بصفه، واللي هو استعادة جزر الفوكلاند من بريطانيا. فعلا بدت القوات الخاصة الأرجنتينية بالنزول على شواطئ فوكلاند، وكان بالجزر هذه أقل من 100 عسكري بريطاني، وفعلا استسلموا البريطانيين. تم رفع علم الأرجنتين في عاصمة جزر الفوكلاند. والجنرال جالتييري كان يعتقد أن بريطانيا ما راح تهتم بالجزر هذه، لكن الكارثة أن الرئيسة البريطانية مارغريت تاتشر، أو ما تلقب بالمرأة الحديدية، جهزت أسطول بحري كامل يضم طائرات وغواصات وسفن حربية، واتجه الأسطول هذا لجزر الفوكلاند. وصلوا للجزر وبدت الانفجارات تنسمع من العاصمة بوينس آيرس. معركة استمرت الأكثر من 72 يوم لين هزمت الأرجنتين، ووقع القائد العسكري الأرجنتيني وثيقة الاستسلام لبريطانيا، وانتهت الحرب. لكن الغضب داخل الأرجنتين ما انتهى، وانبنت عداوة بين الأرجنتين وإنجلترا. وبعد 4 سنوات في مونديال 1986 بالمكسيك، لعبت إنجلترا بدور ال16 ضد باراغواي، وانتصرت بنتيجة 3-0 وتأهلت لدور الثمانية، وكانت تنتظر الفايز من مباراة الأوروغواي والأرجنتين. جميع وسائل الإعلام كانت تتكلم عن الأحداث اللي بتصير لو فازت الأرجنتين، لأن الأوضاع ما زالت متوترة بين الدولتين. وفعلا انتصرت الأرجنتين، وصارت مواجهة دور الثمانية بين الأرجنتين وإنجلترا. وقبل المباراة حاولت الفيفا تهدي الأوضاع، لكن وسائل الإعلام وحتى الشوارع بالمكسيك كانت عبارة عن حرب سياسية ومو مجرد مباراة كرة قدم. وبدت الصحف البريطانية تنشر عناوين تحمل طابع عسكري، ونفس الشيء الصحف الأرجنتينية اللي قالوا إن المباراة فرصة للانتقام من كارثة جزر الفوكلاند. مع أنها مجرد مباراة كرة قدم ما راح تغير أي شيء سياسي، لكن وصلت الاشتباكات بين الجمهور وصار الوضع فوضى بالمكسيك. بدت المباراة تحت صخب جماهيري وحذر من المنتخبين، ومحاولات متكررة من مارادونا باختراق الدفاع الإنجليزي، لكن بنفس الوقت كان مارادونا يتعرض لتدخلات عنيفة من الإنجليز، وتعرض لضربة بالكوع من مدافع إنجليزي اللي أخذ بطاقة صفراء. انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، وبدأ الشوط الثاني ونفس الشيء يتكرر، ضغط أرجنتيني ودفاع إنجليزي. لكن مارادونا دخل الشوط الثاني بشكل مختلف، وكان يركض بسرعة جنونية بكل مكان، وتعب الدفاع الإنجليزي. وبالدقيقة 51 راوغ مارادونا أكثر من لاعب إنجليزي ومرر الكرة، لكن بشكل خاطئ وصلت للمدافع الإنجليزي اللي شتت الكرة بشكل غريب واتجهت المرمى إنجلترا. كان الحارس بيمسك الكرة بكل سهولة، لكن ارتقى مارادونا ولمس الكرة بيده ودخلت بالمرمى. والغريب أن الحكم احتسب الهدف تحت غضب من الإنجليز واحتجاج وفرحة من الأرجنتينيين. واحتسب الهدف، وبعد 3 دقائق من الهدف الأول وصلت الكرة لمارادونا اللي قرر يثبت أنه ما يحتاج لمساعدة الحكم، وقرر يركض بشكل جنوني. سجل مارادونا أحد أعظم الأهداف في تاريخ كرة القدم، وانتهت المباراة بفوز أرجنتيني، وتم تنصيب مارادونا كبطل قومي بالأرجنتين، وجداريات مارادونا تنتشر بكل أحياء الأرجنتين. وما اكتفى مارادونا بإقصاء إنجلترا، وبنصف النهائي ضد بلجيكا قدم أداء خيالي وسجل هدفين خيالية أيضا، وانتصرت الأرجنتين بنتيجة 2-0، وبالنهائي انتصرت ورفع مارادونا لقب كأس العالم. بعد نهاية البطولة صرح مارادونا وقال عن لقاء إنجلترا أنه كان حرب بالنسبة لنا، ورغم أننا تكلمنا للإعلام قبل المباراة انها مجرد مباراة كرة قدم وما لها علاقة بحرب الفوكلاند، لكن بغرفة الملابس كان الوضع مختلف تماما. كان يقول ان المشادات بينهم وبين لاعبين انجلترا بدت في ممرات الملعب قبل المباراة. صحيح ان المباراة ما راح تغير التاريخ وما راح تغير الواقع السياسي وتستعيد جزر الفوكلاند للأرجنتين، لكن خلتنا نشوف افضل هدف وافضل نسخة لمارادونا اللي كان يلعب بدافع انتقام سياسي. واحتفالات الشعب الأرجنتيني بعد الفوز اثبتت ان كرة القدم متنفس الجميع، مو مجرد لعبة، وممكن تكون سبب
بسبب إغلاق جروح المعارك والحروب السياسية، والصراع ما زال مستمر اليومنا هذا. وحتى في موسم 2025-2026 في دوري الأبطال ليفربول انتصر على أتلتيكو مدريد، وجمهور الأنفيلد صاروا يرددون عبارات سياسية تخص جزر الفوكلاند، وسيميوني الأرجنتيني مدرب أتلتيكو بدأ يخرج عن طوره. في كأس العالم القادم في أمريكا ممكن نشوف لقاء إنجلترا والأرجنتين يتكرر بالأدوار الإقصائية، ونشوف المعركة مرة ثانية بالمونديال. وبالنهاية اكتب لنا رأيك، هل مباريات كرة القدم تقدر تحل مشاكل الشعوب، أو إنها مجرد 90 دقيقة وما راح تطلع من إطار كرة القدم؟ شكرا لك على المشاهدة، ولا تنسى الفولو.